ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن موضوع مختلف شويه عن المواضيع اللي فاتت. هنتكلم عن الناس اللي عندها امراض معديه وبتروح التمرين وما بتعرفش المدرب. كان حصل قبل كده كذا موقف، ان مثلا طفل عنده الجدري بس هو لسه مش باين ومامته عارفه وتقول له ما تقولش انك عندك ده عشان الكابتن يخليك تلعب. طب ما انت كده مش بتأذي ابنك بس ان هو اصلا عيان، انت بتأذي زمايله كلهم. بيبقى في ناس عندهم امراض جلديه معديه وهم عارفين ان الامراض دي معديه، بينزلوا التمرين برضو بيبقى ما بيقولوش طب يا جماعه ليه، ما احنا ليه نعدي اللي حوالينا؟ ما تقعد فتره النقاهه بتاعتك وتخف وترجع براحتك. فين المشكله؟ ليه تنزل تأذي الناس اللي حواليك؟ والموضوع ما بيقفش عند كده بس، يعني ما بيقفش ان انت مش عايز تضيع تمرينه، لا بيقف عند ان بيبقى في ناس مريضه من جوه، اللي هو اشمعنى انا تعبان لوحدي ما هم كمان يبقوا تعبانين، اشمعنى انا عندي ده لوحدي، لا هعدي اللي حواليا. بجد في ناس بتبقى مريضه كده، زي الفتره بتاعت كورونا بالظبط، لما في ناس ظهرت الناس دي كان بيبقى عندها المرض وماشيين بيحاولوا ينقلوه اللي حواليهم باي شكل، اللي هو من الاخر كده اشمعنى انا اللي ابقى عيان؟ انا ليه اكون عيان لوحدي ما كلكم تبقوا عيانين معايا؟ يا جماعه ما هو ليه بنعمل ده؟ ده حرام، ده مرض بجد، الناس دي مريضه. فانت عندك مرض، ابنك عنده مرض، طفلك عيان، انت نفسك مريض، ما تنزلش التمرين وتحاول تبعد شويه علشان ما تاذيش اللي حواليك. وبرده في مدربين بيعرفوا ان اللعيبه عيانه وبياخدوا بالهم وبيطنشوا. ما هو يا كوتش انت مش بس هتعدي الاطفال اللي حواليك، يعني الاطفال دي مش يعني الطفل المريض ده مش هيعدي الاطفال اللي حواليه بس، ده هيعديك انت كمان. فنخلي بالنا من النقطه دي كويس. دي نقطه. تاني نقطه، النظافه الشخصيه بتاعت الاطفال. الاطفال بتيجي التمرين بجد مش نظيفه. يا جماعه طفلك انت مسؤول عنه، لو كبير شويه هنقول المفروض ان هو اللي يهتم، بس طفل 5 سنين و6 سنين فمامته مسؤوله عنه. اهتمي بنظافته الشخصيه، ما ينفعش الطفل يجيلي مبهدل في التمرين، انا مش هعرف اتعامل معاه، زمايله مش هيعرفوا يتعاملوا معاه، بيبقى فيه احتكاك، فما ينفعش ده يحصل. كل لو سمحتي اهتمي بنظافه اطفالك. ما ينفعش الطفل يجيلي التمرين شكله مبهدل وهدومه مش نظيفه ووشه متوسخ وايده متوسخه وريحته مش لطيفه. اصلا انت بتخلي ابنك الكل يبعد عنه، وكمان الحاجات دي بتنقل امراض. فلو سمحتوا نخلي عندنا شويه ضمير، شويه قد كده. حلو. لو ابني عيان اقعده يرتاح طالما المرض ده معدي، بعد ما يخف بالسلامه ويرجع هنعيد له كل ده من اول وجديد. دي نقطه. تاني نقطه، نهتم بالنظافه الشخصيه بتاعت اطفالنا. وده كان الموضوع بتاع حلقتنا النهارده، واستنونا في اللي جاي. سلام.